السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم امتحانات ومباريات، وأيضا على صفحتكم على الفيسبوك امتحانات ومباريات. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نتطرق الاختبارات الشفوية. بزاف ديال الإخوان تيقول لك كيفاش ممكن يكون الاختبار بحكم هاد السنة تغيرت الصيغة ديالو، وايضا غادي نحاول نبارطاجي معكم بعض النصائح وبعض الاخطاء اللي تحاولوا تتفادوها في الاختبار الشفوي. وايضا غادي نحاول نبارطاجي معكم واحد التوصيف للاستئناس ديال سنة 2016 اللي كانت نفس لي كونديسيون اللي كاينه دابا، سواء في المده سواء في الفكره ككل. تقريبا هاد السنه غادي تكون بحال الشكل ديال سنه 2016. زائد في الاخير غادي نحاول نتقاسم معكم واحد الشبكه ديال التنقيط ديال الشفوي. وايضا هاد الصور كاملين غادي نحاول نحطهم لكم في الصفحه على الفيسبوك. غتلقاو الروابط ديال الصفحه الفيسبوك في صندوق الوصف ديال هذا الفيديو في القناه في يوتيوب. اذا بالنسبه للاختبارات الشفويه، كيف ما كتشوفوا اللي كان في الاعلان، كانت غادي تكون وضعيه، اعداد وتقديم واحد الوضعيه والمناقشه ديالها. بالنسبه للمده ديال التحضير، في الاعلان قالوا غتكون ساعه، 2 ديال الساعات، زائد المده ديال العرض ديال هذيك الوضعيه اللي في الغالب غادي تكون درس، كيف ما كانت في 2016، زائد المده ديال العرض 20 دقيقه، والمناقشه غادي تكون 30 دقيقه. بالنسبه للمعامل ديال الشفوي غادي تكون 10، والمعامل ديال الكتابي اللي دوزتو كانت 20. الكتابي غادي تكون النقطه ديالو اكثر اهميه من الشفوي. الناس اللي غادي يكونوا جاوبوا مزيان في الكتابي غادي تكون عندهم حظوظ اكثر يدوزوا. ولكن هنايا كاين واحد الاشكال، هو انك ما كتعرفش شحال جبتي في الشفوي، حيت لانه شحال جبتي في الكتابي، لانه كيوصلني بزاف واحد السؤال: شحال خصني نجيب باش ننجح في الكتابي ندوز للشفوي؟ هاد السؤال ما عندوش صراحه جواب، حتى شي واحد ما يقدر يجاوبك على هاد السؤال، حيت لانه اشنو كيتحكم واش غادي تدوز من واش غتنجح في الكتابي ولا لا للشفوي، هو النقطه ديالك وسط النقط ديال الناس اللي دوزتي معاهم. بما انك ما يمكنش تعرف شحال جابوا الناس كاملين اللي دوزوا معاك، ما يمكنش تجي تحط النقطه ديالك وسطهم باش تعرف فين جات النقطه ديالك باش نقولوا انت راه غادي تنجح ولا ما غاديش تنجح. وبالنسبه للمعدل راه كيختلف من اقليم لاقليم. مثلا ممكن تلقى واحد الاقليم حبسوا الناس اخر واحد نجح في الكتابي مثلا 11 على 20، ممكن واحد الاقليم تلقى 8 على 20. فهمتوا؟ ما كاينش شي حاجه اللي غادي تقول لك ها انت شحال خصك تجيب باش تنجح. زائد غنحاول نشير لواحد جوج نصائح بسرعه باش ندوزو التوصيف اللي كان في 2016. النصيحه الاولى، اي واحد دوز الكتابي يحاول يبريباري الشفوي، لانه واخا تقول ما درت والو يقدر تطلع سميتك تما، وغتلقى داكشي اللي درتي انت احسن من بزاف الناس. اللهم نبريباري، الا طلعت سميتي تلقاني مستعد. النصيحه الثانيه هو مرتبطه نيت بهذه النصيحه، هو انه في بعض الاحيان كيخرجوا النتائج مثلا ديال الشفوي هاد العشيه، ديال الكتابي هاد العشيه، الغد ليه في الصباح مع التسعود كيبدا الشفوي مباشره. الناس اللي غادي يكونوا دافعين خارج الاقليم ديالهم ولا خارج الجهه ديالهم يحاولوا يراقبوا دوك اللوائح باش ملي يخرجوا يشوفها في واحد الوقت مبكر، يحاول يشوفها من الاوائل باش الا كانت سميتو يشوفهاش من النهار بالضبط فاش غادي يدوز، باش يدير بحسابه باش يمشي للاقليم فاش دفع او اللي دافع خارج الجهه باش يمشي للجهه فين دفع. هادو كنصائح. وندوزو دابا التوصيف اللي كان في سنه 2016. ومن بعد غادي نتقاسم معكم ايضا شبكه التنقيط اللي كانت في سنه 2020، فقط للاستئناس باش تعرفوا اهم الاشياء اللي كيركزوا عليها في الشفوي.
لانه في الشفوي في الغالب كيلعبوا غير على الشخصيه ديالك، كيفاش داير انت. الا كنتي عندك شخصيه وعارف كيفاش تثبت راسك، راه كيدوز داكشي بسلام. حيت لانه غيكون واحد العدد كبير ديال الناس يعني ما عندهمش علاقه بزاف في التعليم، يعني واخا تبريباري الدرس يعني ديال الجود هذا وسميتو، راه غادي توقع في الاخطاء سي سير سيرتان. ولكن تكون عندك شخصيه كتبان بانك تايق في راسك، وممكن تدير شي اضافه لهاد المهنه ديال التعليم، فهمتي؟ وراه كيدوز داكشي ان شاء الله بسلام. بالنسبه يعني نرجعوا لهذا ديال التحضير ديال الدرس، يعني هذا هو يعني التوصيف اللي كان في سنه 2016. يعني كيف ما كتشوفوا المده، يعني التحضير ديال الدرس، المكان ديال التحضير، الوثائق والمراجع المسموح بها، الوسائل اللي غير مسموح بها. يعني كيف ما كتشوفوا هنايا المده ديال التحضير ساعتين، يعني بحال داكشي اللي كاين في الاعلان يعني ديال هاد السنه ديال 2022. المكان ديال التحضير غادي يكون فصل دراسي محروس، يعني غادي يديوك لواحد القاعه تما فين غادي تبريباري هذاك الدرس اللي غادي يكون عندك. وحنا غنرجعوا لذاك الدرس واللجنه وهذا. البرامج والتوجيهات والكتب المدرسيه يعني غادي يكونوا مكتوبه، وغيكونوا مراجع اللي ممكن تستعن بهم في التخطيط، يعني باش توجد ديال الاعداد لهذيك الوضعيه ولذاك الدرس اللي جا فيك. ثم هنايا الوثائق والمراجع المسموح بها، يعني الكتب الرسميه. يعني الاشياء اللي غير مسموح بها هي انك غادي تستعمل مثلا التليفون ولا شي حاجه، هادشي غير مسموح به. زائد الكتب اللي غير رسميه غير مسموح بها. بالنسبه لهذه النقطه، يعني راه في الغالب بما انها غادي تكون تقريبا شي 3 ساعات يعني في الشفوي، غادي تكون عندك ساعتين ديال التحضير زائد 20 دقيقه ديال العرض و30 دقيقه ديال المناقشه، يعني عندك تقريبا اكثر من 3 ساعات. يعني في الغالب كاع الناس اللي غادي يكونوا مثلا غيدوزوا في الفتره الصباحيه كلهم غادي يجيو مع التسعود، ماشي بحال السنوات اللي دازت كتلقى مثلا واحد العدد تيجي مع التسعود، واحد العدد مع التسعود ونص، واحد العدد مع العشرة، واحد العدد العشرة ونص، حيت كتكون عندك غير نص ساعه. دابا لا، في الغالب كلشي غادي يجي مع التسعود. غادي تجيو في الغالب غادي دير لكم قرعه اش من اللجنه فاش غادي تدوز، ومن بعد غادير لكم قرعه فاش من يعني اش من ماده اللي غادي تجي فيك، واش العربيه واش الفرنسيه واش النشاط العلمي ولا الرياضيات، على حسب الماده اللي غادي تجي فيك. زائد ممكن يعني بالنسبه للدرس ممكن يفرضوا عليك، ممكن تكون فيه قرعه او لا ممكن يكون من الاختيار ديالك. حتى بالنسبه للماده ممكن تكون يعني انت تختار اش من ماده اللي غدير لها يعني دير لها الاعداد وهذا. ممكن هما يفرضوا عليك اش من ماده ويفرضوا عليك اش من درس، وممكن يفرضوا عليك غير الماده وانت تختار الدرس على حسب داكشي. علاش من الافضل ليكم تحاولوا تطلعوا على جميع المواد، يعني تحاول تشوف واحد النموذج يعني ديال كيفاش دير الاعداد لواحد الدرس في اللغه الفرنسيه، واحد في اللغه العربيه، وواحد في الرياضيات، وواحد في النشاط العلمي، تعرف المراحل ديال كيفاش كيتقدم الدرس الى اخره. وتحاول تشوف يعني كل مكونات كيفاش ممكن كيتقدم الدرس ديالها، كيفاش دير ليه الاعداد. تحاولوا تطلعوا ايضا على دلائل الاستاذ، راه كنصيفطهم لكم في المجموعات. وايضا يعني الكتب اللي كانوا متوفرين عندي راه صيفطهم لكم، سواء ديال الخامس والسادس هما اللي كانوا عندي يعني بي دي اف، راه صيفطهم لكم في المجموعات. يعني تحاولوا تطلع، لان ممكن تبريباري واحد الدرس وتمشي وتلقاني نفس الكتاب اللي عندك، ويكون مثلا الا كان اختياري تهزني هذاك الدرس انت اللي درتي ليه اعداد تعاودو غيجيك اسهل، ولا يجي فيك شي درس قريب ليه الى اخره. بالنسبه يعني الخمسه يعني تقديم الدرس، غادي يكون عندنا هنا 15 دقيقه تخصص لوصف المعطيات المتعلقه بالدرس، يعني الفئه المستهدفه، واش الخامس واش الرابع واش على حسب شنو هي الفئه اللي مستهدفه. يعني التموقع ديال الدرس داخل صيرورة البرنامج الدراسي، يعني ملي كتكون مثلا عاطينك مثلا شي درس معين، مثلا كاع هما قالوا لك هذا هو الدرس اللي غادي دير، حاول ملي تكون كدير كتبريباري داك الدرس، حاول ترجع للور شوف شنو هو الدرس اللي كان قبل منه، شوف شنو هو الدرس اللي غادي يجي قبل بعد منه، تعرف يعني المكتسبات القبليه اللي غادي يكون مثلا عند التلامذ باش يدير داك الدرس. تشوف في الفوق، يعني في الفوق مثلا في الرياضيات وهادو راه تيكونوا مكتوبين تما الاهداف. يعني كامل هادشي ممكن يسولوك عليه ويناقشوا معك خلال الفتره ديال المناقشه. يعني نحاول انا عندي الكتاب، يعني عندي دوك الكتب الرسميه، نحاول نشوف الكتاب، نشوف مثلا الفهرس. بالنسبه للفهرس ديال الكتب راه كنصيفطهم لكم،
نحاول نشوف الفهرس ديال الكتاب فين جا داك الدرس، واش الاسدس الاول، واش الاسدس الثاني، اشنو اللي كان قبل منه، شنو اللي بعد منه. يعني هاد المعطيات كاملين غيكونوا مهمين، يقدر يسولوك عليهم في المناقشه. زائد يعني قلنا المكتسبات، زائد القدرات، المهارات، الكفايات. يعني الكفايات هي واحد الحاجه شامله، يعني واحد مجموعه من القدرات. ثم الوسائل الديداكتيكيه، ممكن مثلا اذا كان عندك الرياضيات، ممكن يعني الادوات الهندسيه. اذا كان عندك مثلا النشاط العلمي، ممكن مثلا يكونوا شي وسائل تما اللي يقول لك الا بغيتي تستعملهم، ممكن توظف مثلا هادشي يعني ديال التقنيات ديال الاعلام والتواصل، يعني هادشي ديال الاعلاميات. ممكن توظف مثلا الا كان عندك استماع والتحدث، مثلا توظف مثلا شي اوديو، شي مقطع صوتي. ممكن توظف فيديو، على حسب اش من درس اللي غادي يجي فيك. وإلا وظفتي هاد الشيء، هما غادي يسولوك اوتوماتيكمون علاش وظفتي هادي. يعني تعرف حتى انت يعني الاهميه ديال التوظيف ديال هاد لي تكنولوجيا ديال التيس في التعليم، حتى هما تطلع عليهم. عاد كنجيو يعني الاستراتيجيات المتعلقه يعني بتقديم الدرس. كيف ما قلنا، المحاور الاساسيه يعني ضد الدرس، تحاول يعني هذاك الدرس مثلا اللي غادي دير، تشوف شنو هما المحاور اللي فيه اللي مهمه. كما قلت لكم يعني في الفقره تيكون الاهداف. ممكن مثلا الا جا فيك شي درس، مثلا جا هو الثاني في الوحده، جا في الاسبوع الثاني من الوحده، غتمشي لذاك يعني البدايه ديال الوحده. يعني في واحد مجموعه من الكتب يعني كيكون فيهم، غتمشي للبدايه ديال ديك الوحده، غتلقى كاع الدروس اللي كاينين تما. غتلقى في تحت مثلا في الرياضيات ولا في النشاط العلمي، غتلقى مثلا هادو المكتسبات السابقه، المكتسبات يعني القبليه اللي غادي تكون، الامتدادات، اش من مجال فاش كاين هذاك الدرس. كلشي هادشي ممكن ترجع يعني تطلع على ديك الوحده كامله اللي كيتموقع فيها هذاك الدرس، باش يعاونك في المناقشه. وفي الاخير يعني قال لك 15 دقيقه تخصص لتقديم مقطع. كيف ما قلت لكم يعني ممكن انت دير جدده كامله، وهما يقول لك دير لنا غير بناء المفهوم. وتحاولوا يعني بالنسبه للتقديم، تحاول تعرف كيفاش تدبر يعني الفضاء، ديك البلاصه فاش غادي تخدم. تكتب التاريخ، تكتب اش من ماده عندك، يعني العنوان الى اخره. هادشي كامل، وتعرف كيفاش تقسم السبوره، كيفاش تحرك، كيفاش تهضر معاهم. هما راه ديك الساعه تعتبرهم في التقديم، غتعتبرهم بحال التلامذ. ممكن مثلا تكون بعض الاشياء يعني اللي يقدروا يستفزوك فيها، يعني ترد البال. مثلا ملي تكون كتكتب هكا يقدر يضربوك بشي طباشير ولا شي حاجه. يعني هادشي كامل خصك ديرو في المخيله ديالك وديرو. يعني راه ممكن يكونوا بحال هاد الاشياء اللي يستفزوا الشخصيه ديالك، يشوفوا كيفاش داير. ممكن تكون كتقدم شي حاجه ويقول لك انت كاع ما كتبان لينا استاذ، ولا يقاطعك ولا شي حاجه، ويشوف شنو هي، كيفاش غادي تكون ديك رده الفعل ديالك. يعني هادشي كامل ديرو انت. راه ممكن يغفلني هكا ويعطيني واحد يعني واحد رياكسيون، يشوف كيفاش غنولي، فهمتوا. زائد انت ملي كتكون كتقدم ولا كتشرح، حاول دائما تركز على الاشياء اللي انت ضابطها، سواء في المناقشه. يعني الحوايج اللي عندك فيهم يعني القوه، هما اللي تطرق لهم، حيت هما غيبداو يناقشوا معاك. وغادي تكون انت ديك الساعه قدرتي تجرى عندك اللجنه، وغادي تربح وقت، وغادي تاخذ ثقه في النفس اكثر، وغادي يدوز داكشي بسلام. الا بديتي هما كيسولوك وانت كتجاوب غير باش ما اللي جا، غادي تبدا تقول شي حوايج، واحد اللحظه غادي تحس براسك غير كتخربق. وتما فين كيوقع المشكل، وتما فين كيتزاد يعني داك الستريس، وكيبدا الانسان كيتخربق الى اخره. يعني تكون ذكي في التعامل معهم، تعرف كيفاش تلبس. احنا دابا غندوزو يعني لديك الشبكه ديال التنقيط، وغادي نخلي لكم هادشي في الصفحه الفيسبوك، وغتشوف واحد المجموعه من المعايير اللي هما كيركزوا عليها. وإلا كان مثلا بحال دابا مثلا جا فيك شي درس مثلا ديال النشاط العلمي، وكانوا شي وسائل، يعني تعرف كيفاش تخدم دوك الوسائل. مثلا كاينين شي وسائل اللي كيشكلوا مثلا خطوره على التلميذ، ماشي انا غنجيبهم وغنحطهم قراب للجنه ولا هذا، فهمتوا. يعني داك الاشياء مثلا الا كانوا شي وسائل تمايا، تحاول تعرف كيفاش توظفهم. بالنسبه يعني ندوزو للشبكه يعني ديال التنقيط اللي كانت ديال 2020. بالنسبه هذه هي يعني الشبكه ديال التنقيط. كيف ما كتشوفوا يعني عندك واحد التقديم يعني عارض المؤهلات الشخصيه، يعني الهندام والهيئه وهذا الى اخره.
القدرة على التعبير يعني باللغة العربية، يعني إلا كان عندك مثلا اللغة العربية تحاول تهضر باللغة العربية، عندك اللغة مثلا الفرنسية تحاول تهضر بالفرنسية. ثم كيف ما قلنا قبيله يعني القدرة على توظيف الإعلاميات، يعني هذا المجال يعني ديال التيس كامل يعني التوظيف ديالو في هذا في التعليم، شنو هما الإيجابيات ديالو إلى آخره. ثم أيضا عندنا التمكن من مجال التخصص، الكفايات التواصلية، يعني تكون مثلا، حيث لانه بعض المرات غادي تكون كتجاوب غادي تلاحظها، غادي تكون كتجاوب بعض المرات مازال انت ما كملتيش الفكره ديالك تيقاطعك واحد فيهم، كيشوفوا واش عندك ديك القدره انك تسمع مثلا هو كيجاوبك، ولا بعض المرات تكون انت كتجاوب وهما كيبداو يهضروا بيناتهم. فهمتوا؟ وراه كيلاحظوا انت كيفاش كدير يعني ديك ردة الفعل ديالك، بحال الا زعما كيديروا اشنو غادي يدير. فهمتوا؟ اولا تكون كتهضر ويقاطعك، اولا يكون يسولك هذا مازال كتجاوب انت مثلا واحد فيهم، وكيدخل واحد اخر وكيزيدك سؤال اخر، وكلشي هادشي كيدخل تحطو في التصور ديالك، راه كيدخل هادشي كاملو في الاختبار الشفوي. كيفاش واقف، ملي عاوتاني تبي تدخل في الاول اللجنه كيفاش تدخل، كيفاش تجلس الى اخر، هادشي كاملو راه كيتخذ بعين الاعتبار. وفي الاخر يعني الاستعدادات المهنيه، يعني هادشي يعني هاد الوثائق كاملين غادي نحطهم لكم في الصفحه الفيسبوك، وايضا غنحاول نصيفطهم لكم يعني في المجموعات ديال الواتساب، وتحاولوا تطلعوا على هادشي وتحاولوا تركزوا. يعني كما قلت في الاول يعني كل ماده تحاولوا تشوفوا واحد النموذج فيها ديال الجداده، لان في الغالب غادي تكون عندك ساعتين ديال الاستعداد، ما تعرف طيح فيك شي وحده في هادوك اللي قديتي، ولا طيح فيك شي كتاب في هادوك اللي راجعتي فيهم وبريباريتي الجداده باش تجيك الخدمه اسهل. وهكذا يعني كنكونوا وصلنا للخر ديال هذا الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا.